بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتكم، قناه حشاد الكترونيك. النهارده معانا البورده دي، رقمها BBRD 8503 BB 816. راكبه في شاشه 32 بوصه، فيها طقم الباك لايت عباره عن المسطرتين بتوع اليونيون اير ال 3 فولت في 6 ليد، يعني محتاجين اجمالي 36 فولت. واحنا في وضع الستاند باي او اللمبه الحمراء، الجهد معانا 18. عشان في ناس لما بتيجي تشرح بتقول لك الجهد بيبدأ من 24 و25، لا يا باشا، بيبدأ كمان من 18 او 17 فولت في حالة الستاند باي. وبما ان احنا مش متعودين على تكرار الفيديوهات مع بعض، فالنهارده طريقة تخفيض جهد الباكلايت للبوردة دي مختلف خالص. هنيجي ندوس كده ازرق، للدات نورت، عامله معايا 41.5 فولت، وده طبعا كتير جدا على الليدات بتاعتنا. هشيل كهرباء، ده طبعا كتير على الليدات، احنا قلنا عايزين 36 فولت. تعالى بعد الفاصل كده هقول لك ان نحل المشكله دي ازاي، تابعوا معايا. قبل ما نشتغل الفيديو ده برعايه موقع سوفتاوي. موقع سوفتاوي موقع متخصص في كل ما هو سوفت وير وفلاشات للريسيفر، للشاشه، لاي حاجه تخطر على بالك. طبعا الاشتراك بتاعه كاشتراك سنوي وعضوية ذهبية، اشتراك بسيط، وممكن تخش بانك تاخد نقاط لو رفعت اكتر من 5 سوفتات مش موجودين على الموقع، فهتاخد نقاط تقدر تحمل بيها مجانا. الموقع دوت عامل لنا اوبشن جميل قوي، المهندس كريم منير عامل اوبشن حلو قوي جديد، يا ريت كلنا نشترك فيه، ده فايده لينا احنا مش فايده للموقع سوفتاوي اصلا. هو عامل متجر او سوق مجاني، انت مجرد انك تشترك عليه، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. مجرد ان انت بتسجل بياناتك على المتجر دوت، وبتحط كل البضاعة اللي عندك ريموت عايز تبيعه، عندك بورد عايز تبيعها، عندك بنالات، عندك شاشات مكسورة، شاشات سليمة، كل ما يخص الالكترونيات انت عايز تبيعه هتحطه على المتجر، وهيتواصل معاك الناس واللي هم المشترين، وتشتروا وتبيعوا مع بعض اكنك في اي موقع شراء عالمي كامل. ده موقع شراء، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. مجرد انك تشترك فيه، بتسجل فيه بيوزر نيم وباسورد، وبعدين تعمل اعلانك وبيتم التواصل معاك. ولو عايز انت كبائع او كمشتري الضمانة بتاعت الباشمهندس كريم منير، ممكن من خلال الموقع هو يبقى ضامن للتعامل المادي اللي بينك وبين العميل بتاعك او بينك وبين التاجر بتاعك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في البوردة دي مع بعض. رجعت لكم تاني. احنا في الاغلب في معظم البرد الصيني بنيجي على الموسفيت بتاع التقطيع اللي في دايرة رفع الجهد، اللي هي دايرة البوست كونفرتر، او ما يطلق عليه مجازا الانفرتر. بنيجي نشوف المقاومات اللي متصلة بسورس الموسفيت، وبنشيل منها بنلاقي مجموعتين، فبنشيل من هنا ومن هنا عشان نتحكم في تيار الموسفيت، وبالتالي نخفض جهد الإضاءة. لا، احنا في البوردة ديت الوضع مختلف شوية. هطلع لك على الشاشة دلوقتي الداتا شيت بتاعت الاي سي اللي احنا شغالين بيه دوت، اللي هو الاو بي 33 50 او 33 53، الاتنين واحد. الاتنين بيشتغلوا مكان بعض كمذبذب في دايره البوست كونفرتر ديت. ومش هينفع نخفض بان احنا نشيل مقاومات المتصله بسورس المصفر. تمام، لو بصينا على الداتا شيت بتاعت الاي سي التقطيع ده، هنلاقي ان طرف رقم 4 ده اسمه الكرنت سنس، وطرف رقم 5 طرف الفيدباك. فاحنا هنا هنلعب في المقاومات اللي متصلة بالفيدباك وبالكرنت سنس، اللي هم الأرجل رقم أو الأطراف رقم 4 ورقم 5 في اي سي المذبذب اللي موجود في دايرة البوست كونفرتر، دايرة رفع جهد الليدات الخاصة بالشاشة اللي معانا دي. جميل. هنلاقي عندنا هنا 4 مقاومات، القيم بتاعتهم كالتالي: مقاومتين 1.6 أوم، ومقاومتين 1.5 أوم. ال4 مقاومات دول متصلين على التوالي، يعني هيعملوا لنا بتاع حوالي
نقوله 4/10 اوم تقريبا، وهم متصلين مع بعض بالصيغه دي او بالطريقه دي. طب دولت متصلين بالاطراف بتاعت الكرنت سنس والفيدباك ازاي. ركز معايا كده على وضع الصفارة اهو، حاول اوضحها لك شوية. على وضع الصفارة، انا مش عايز ده جنبي، خليها كده عشان اما ازوم تبقى مظبوط. ماشي. بص انا هنا كده الطرف التاني عندي مقاومة اهي ومقاومة اهي، يعني الاربع مقاومات دول متصلين هنا بالارض اهو اهو. بناء على الداتا شيت اللي كانت ظاهرة معاك، هيبقى المقاومات دي متصلة بالار دي عشان دي مقاومات متصلة بالفيدباك ومتصلة بالكرنت سنس. فالمقاومات دي هتخش في النص بين مقاومتين اهم. المقاومات دي واحدة منهم متصلة برجل رقم 5 بتاعت الفيدباك، والتانية متصلة برجل رقم 4 بتاعت الكرنت سنس. يبقى المقاومات اللي متصلة بالار دي انا لو غيرت في القيم بتاعتها او كاجمالي القيم بتاعتها هتديني تخفيض لجهد الباك لايت هنا. تمام. انا هشيل بقى ال1.6 ولا اشيل المقاومتين ال1.5؟ لا يا باشا، انا هشيل لك واحده من دي وواحده من ديت، وهنجرب كده ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. هنشيل مقاومتين من القيم دي ومقاوم ايا كان يعني. هي بس انا عشان ما لخبطكش انا هشيل لك واحده من دي وواحده من دي. ادي واحده وادي التانية. فانا سبت هنا واحده 1.6 وواحده 1.5 اوم. الاتنين مع بعض تقريبا بالمعادله بتاعه التوالي والتوازي يعني هيدولنا في حدود 8/10 اوم. يعني اعتقد ان احنا زودنا كده الضعف. هنركب البورده وهنشوف خفضنا جهد لحد قيمه كام، ونشوف هنكتفي بهذا القدر ولا هنكمل رفع المقاومة من المقاومات، ولا هنشيلهم ونحط واحدة بس أعلى، ولا إيه؟ تابعوا معايا. رجعت لكم تاني. أنا كده على وضع اللمبة الحمراء 18 فولت. هدوس باور، لقيتها فتحت عملت معايا 38.5 فولت، يعني نزلت حوالي 3 فولت. طبعا لسه عندي زيادة في جهد الباك لايت، يبقى انا كده مضطر ارجع تاني لنفس المقاومات واشيل منها او اشوف هنعمل معاها ايه. تابعوا معايا. هنكمل ان احنا نروح عند المقاومات اللي احنا سايبينها، وهنشيل كمان فردة منهم. هنشيل مثلا 1.5 اوم ونسيب 1.6 اوم. لو الكلام ده ما وصلش معايا للجهد المناسب، فبالتالي انا هرفع الجوز مقاومات دول واحط مقاومه مثلا ولتكن 2 اوم ولا حاجه. لو وصلت معايا للجهد المناسب خلاص هسيبها وزي الفل. على كده كده انا رفعت واحده وسبت التانية. هنستنى طبعا لما تبرد وهنروح نركب وهنشوف النتيجه مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني. انا كده على وضع الستاند باي، وادي ال 18 فولت بتاعتي اهيت. هدوس باور ازرق والليدات قامت وبقيت حوالي 36 فولت. كده الجهد مناسب جدا لتشغيل الاضاءة ديت، وانا هكتفي بالوضع ده كده زي ما انا، مش هزود ولا انقص. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.